يا هلا ومرحبا بكل المتابعين، حياكم الله وين ما تكونون. إذا كنتي شوية محتارة بالسحور ومليتي من كل الأكلات وحابة شوية تغيرين، فاليوم راح أسوي وياكم أكلة كلش بسيطة وسهلة وسريعة وبمكونات همينة متوفرة بالبيت، ومو شرط بس بالسحور. إذا تحبين مثلا تغيرين بالسفرة الرمضانية أو حبيتي تسوين طبق ثانوي أو جانبي بالإضافة للأطباق الأساسية اللي مسويتها، فخليك وياي راح تشوفين بهذا الفيديو فد أكلة بسيطة كلش وبنفس الوقت طيبة كلش. لايك واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، ونقول بسم الله ونبدي الخطوات. أول مكون بأكلتنا لهذا اليوم هو الباذنجان. طبعا ماكو بيت عراقي ما بيه باذنجان، فأول شي غسلته وقشرته وقطعته بهذا الشكل على شكل شرايح وخليت له شوية ملح لحد ما يذبل. وهنا بديت أقلي، اللي عنده قلاية هوائية أكيد أفضل، بس مجرد رشة زيت خفيفة ويخليه بالقلاية الهوائية راح يكون صحي أكثر، وبنفس الوقت يعني هم يعني يعطيكم نتيجة وطعم طيب. أكمل كل كمية الباذنجان اللي عندي أقلي وأجهزه، بنفس الوقت همينة قشرت البوتيتا وقطعتها بهذا الشكل وراح أبدي أقليها. هسه كملت قليت البوتيتا والباذنجان كملتهم، هسه نروح نكمل باقي الخطوات، خليكم وياي. هسه من بعد ما كملنا أهم خطوة بهاي وصفتنا، قلينا المكونات مثل ما قلت لكم إذا تحبون تخلوه بالقلاية الهوائية أكيد يكون أفضل. هنا بأي بايركس عندكم أو تبسي أو طاوة حسب المتوفر عندكم تخلون رشة زيت خفيفة، وراح نخلي أول طبقة هي طبقة البوتيتا اللي قليناها. أرتب كل أو مو كل كمية البوتيتا، نص كمية البوتيتا اللي قليتها أرتبها بأرضية البايركس بهذا الشكل، يعني أسويها طبقة أولى، والطبقة الثانية راح أخلي الباذنجان، طبقة أولى بوتيتا وطبقة ثانية من الباذنجان همينة نص كمية الباذنجان أرتبها فوقات البوتيتا. ومن بعد ما أكمل ترتيب الطبقتين من البوتيتا والباذنجان راح أبدي أخلي بالوسط أي حشوة أنتي موجودة عندك، هل موجود عندك بالفريز بالثلاجة، عندك حشوة كبة زايدة، عندك صدر دجاج حامسته مثلا وزايد عندك، أو تحبين أنتي حشوة تسويها صدر دجاج وتحمسين وياه بصل، أو مجرد عندك فطور أو فطور عندك وزيتون شوية ذرة، تقدرين تخلين الشي المتوفر عندك أو شي أنت تحبين تخليه وما تتقيدين بشي معين. المهم أنا هنا كان عندي متوفر حشوة من صدر دجاج، بنفس الوقت عندي شوية من الفطور وأذرة، وعندي الزيتون، هذا شرايح من الزيتون الأسود. رتبته بهذا الشكل فوقات البوتيتا والباذنجان وصار هيجي ترتيبه. من بعدها راح أخلي فوقاته كمية زينة من جبنة الموزاريلا أو القشقوان أو أي نوع جبن أنتي تحبين تخليه، بس هو أطيب شي هو الموزاريلا. يعني أخلي فوقات الحشوة اللي خليتها أخلي كمية زينة من الجبن. بعد ما وزعت عليهم الجبن نرجع للبوتيتا والباذنجان البقى عندنا، همينة نرجع نسوي طبقة من الباذنجان فوقات الجبن، والطبقة الثانية البوتيتا نخليها فوقات الباذنجان وفوقات الجبن بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هسه بهاي المرحلة كملت ترتيب كل المكونات اللي عندي بقى شوية جبن أخيرة أخليه فوقاته على الوجه فوقات باقي المكونات. أخير خطوة أو أخير إضافة راح نضيفها هو صلصة الطماطة، خاشوقة من معجون الطماطة وخليت فوقاته مي وشوية بهارات فلفل أسود شوية نوي بصرة أو ملح وخاشوقة من الكاتشب. مثل ما تشوفون بهذا الشكل خففته بقلاط مي وضفته فوقات المكونات اللي رتبناها، البوتيتا والباذنجان والحشوة والجبن.
وندخلهم للفرن. ما تاخذ يعني ربع ساعة 3 ساعة وتصير جاهزة، ونقدمها بهذا الشكل، وطعمها كلش طيب وتغيير شوية عن الأكلات المعتادة، وراح تحبوها كطبق جانبي أو بالسحور أو بأي وقت أنتو تحبون تاكلوها. وألف عافية. شوف الجبن السايح من جوا ويا البيتة والباذنجان وباقي الشغلات اللي ضفناها. بسم الله. وهاي كانت وصفتنا لهذا اليوم. أتمنى إن شاء الله يا ربي عجبتكم، وشكرا لكل من شاف الفيديو للأخير وخلانا لايك. شكرا لكم ومع السلامة، ونلتقي بفيديوهات قادمة بإذن الله.